السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهارده هنراجع مع بعض الوحدة التاسعة للصف الرابع الابتدائي. في الوحدة دي الشباب بتوعنا الصغيرين اتعلموا الكسور. الكسور في حاجة اسمها كسر وحدة، والبسط دايما بيكون واحد زي التلت والنص والثلث. اتعلموا كمان حاجة اسمها كسر فعلي. فعلي إن أشوف واحد صغير راكب على واحد كبير. فعليا ممكن نشوف 7/9، لكن غير فعلي ما ينفعش اشوف واحد كبير واحد صغير شايله، زي 5/2 او 9/7. كمان الشباب شافوا حاجة اسمها كسر عشري. ايه الكسر العشري يا مستر؟ يعني فيه جزء من 10 او ممكن يكون جزء من 100. كمان الشباب الصغيرين شافوا الاعداد. الاعداد ممكن يكون عدد كسري وممكن يكون عدد عشري. العدد الكسري اتعلم كمان معانا حاجة اسمها العدد الكسري، يعني عدد ومعاه كسر زي 2.5 أو 3 و5/7. واتعلم كمان ازاي اقدر ارفع الكسر ده، وكنت برفعه اني بثبت المقام واضرب المقام في العدد واضيف عليه البسط، يعني 7 في 3 21 و5 هتبقى 26. كمان اتعلم معايا العدد العشري، وده معناها مثلا 2.5، 2.5. ممكن تكون كمان 2 و33 جزءا من 100. واتعلم ازاي احوله الى كسر. يا مستر دي 25 عالي بدم من 10 يعني مقسومة على 10، دي 2 3 من 100 يعني مقسومة على 100، والعكس صحيح. اتعلم كمان معانا حاجة اسمها كسور مرجعية. ايه الكسور المرجعية؟ 0 وكمان النص وكمان الواحد. يعني مثلا لو قلت لك كمثال بسيط سوا، وقلت لك مثلا 1/10، يا ريت نركز كأولياء أمور عشان تقدر تساعد الطفل بتاعك، و6/10 و9/10. 1/10 دي أقل من النص. دايما بقول للطالب هات نص ال10. النص كام؟ 5. وقارن بينه وبين اللي فوق، والله لقيته أقل يبقى 0، تقريبا شبهه وقريب منه يبقى نص، لو اكبر من النص هيكون 1. الكسور المرجعيه مفيش غير 3 كسور مرجعيه، اللي هي 0 ونص و1. بعد كده الولد اتعلم معانا حاجه اسمها كسور متكافئه. احنا لسه في الوحده رقم 9. كسور المتكافئه هيقول له مثلا معاك النص وهات لي 3 كسور تكافئها، معاك 3/4 وهات لي 3 كسور تكافئهم. اهم حاجه الطالب يتعلم ان زي ما بضرب فوق بضرب تحت عشان تيجي نسبه متكافئه. يعني مثلا هضرب في 2 فوق لازم تضرب في 2 تحت، فدي هتبقى 2 ودي هتبقى 4. وارد يقول له هنا 3 وهنا 10، بس مجرد ان الطالب يشوف ان الواحد اتحول 3، مالكش دعوه خلاص بالاثنين، الواحد اتحولت 3. ضربت في 3 تضرب الاثنين في 3 يقول لي 6. طب تحت يا استاذ لقيت الاثنين بقت 10، فكده ضرب في 5، تضرب فوق في 5 فتكون 5. معانا ال3/4 هنضرب في 2 في 3 في 4 في 2 فتبقى 6/8، 3 فتبقى كده، ولو هضرب في 4 فتبقى كده. حد ممكن يضرب في 10 فتبقى 30/40. كل الامور سهله وبسيطه. اهم حاجه زي ما تضرب فوق هتضرب تحت، ولو هتكسر فوق ولو هتقسم فوق هتقسم تحت. كده ان شاء الله يكون خلصنا الوحده رقم 9 في اقل من الوقت اللي خدناه ده. اتكلمنا فيها عن الكسور وانواعها، خدنا فيها كسور عشريه تعتبر تمهيد للي جايه، خدنا فيها كسور مرجعيه اللي هي 0 والنص والواحد، واخيرا خدنا حاجه اسمها كسور متكافئه. اشوفكم ان شاء الله على كل خير في تلخيص الوحده 10. الشعار بتاعنا مع مستر همام: الرياضه في التمام.